السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هقول لكم فيه ازاي عملنا اللي هو الاعفاء الضريبي بتاع شقق الاسكان الاجتماعي. طيب بصوا، في اول حاجه كده انا عارفه ان الفيديو دوت بالنسبه لكم يعني ايه، مش اللي انتوا متعودين عليه اللي هو تجديد وتوضيبات وكده. الفيديو دوت النهارده انا كنت لازم نروحه، لان كان في ناس كتير بتتكلم عنه ومكناش عارفين الحقيقه فين. احنا في جروبات الاسكان عامه في اقوال كتير متضاربه كده، يقول لك لا الشقق الاسكان عليها ضريبه، لا ما عليهاش ضريبه، لا الناس تقعد، لا ما تقدمش. فانا بصراحه جوزي حب ان هو يروح بنفسه، يعني يتاكد ويسمع ايه بنفسه، يعني في ضريبه فعلا ولا لا. فاحنا النهارده رحنا الضرايب، لان احنا سمعنا ان الشقق الاسكان الاجتماعي عليها ضريبه المفروض تتقدم قبل قبل اخر شهر 12. تمام، يعني قبل السنه الجديده. فاسمه دوت انا بصراحه ما كنتش عارفه ده حقيقي ولا لا. فاحنا رحنا هناك في الضرايب وسالنا. فلما سالنا هناك قلنا فعلا هو في ضريبه او لا. قالك فعلا في ضريبه على شقق الاسكان الاجتماعي. واكتشفنا بقى المصيبه الاكبر ايه، ان انا الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي باسم جوزي، وان جوزي عليه تقريبا 1600 جنيه ضرايب. تمام. فاللي احنا كنا مش فاهمين ده ايه. فاحنا بنسالها ليه الضرايب دي كلها وكده. قالت لنا ان انتوا مثلا تقريبا بقالكوا سنه ونص مستلمين الشقه. اي نعم، احنا يعني استلمناها حرفيا، يعني خدنا مفاتيحها من الغفير وخلاص ودخلنا وبدأنا نوضب وكده من قريب. بس هو بيتكلموا على التاريخ اللي في العقد اللي هو في محضر الاستلام. تمام. فهنا قالت لنا اللي انتوا مثلا بقالكم مثلا سنه ونص، سنتين، تلاتة، اربعة، على حسب انتوا مستلمين الوقت اللي انتوا استلمتوا فيه ده. كل سنه عليها تقريبا يعني مبلغ، مش متذكره مبلغ كام، بس ممكن يبقى مثلا 600 700 جنيه عن كل سنه. فهي قالت لنا ان انتوا علينا تقريبا 1000 و 1500 و 1600، يعني في رينج مش معديين 2000 جنيه يعني. عامه احنا ما دفعناهمش اصلا. تمام. فانا مش متذكره المبلغ قوي يعني. فهي قالت لنا عليكم يعني ايه، ضرايب، يعني عليكم غرامه. فالغرامه دي لايه؟ قالت لنا عشان خاطر كل سنه عدت من غير ما تقدموا اللي هو تيجي تعملوا طلب اعفاء من الضرايب دوت، كل سنه بيحصل فيه ايه، بيتراكم عليكم. تمام. فبصراحه يعني انا ايه، احنا ما كناش فاهمين حاجه عن الموضوع دوت، وكنا فاهمين ان احنا تبع شقق الاسكان الاجتماعي. وفي ناس بتقول لك لا، ده الشقق الاسكان الاجتماعي يعني ديت مدعومه من الدوله، فاكيد مش عليها ضرايب. طب الشقق ديت لسه احنا في ناس بتقسط لسه للبنك، فهي ملك البنك مش ملكنا احنا، فاكيد ما عليهاش ضرايب. فانا بقى جايه النهارده اوضح لكم النقطه اللي احنا فهمناها من هناك، واللي انتوا كلكم لازم ان شاء الله تعملوها باذن الله، عشان ما يبقاش عليكم اي مساءله قانونيه او اي ضرايب او اي حاجه. طيب بصوا، هي هنا بتقول لنا إيه لما احنا رحنا يعني. قالت لجوزي ايه؟ قالت له المفروض انت فعلا ما عليكش الشقق الاسكان، ما عليكش ضرايب يعني. تمام، اللي هي الضرايب العقاريه. طيب ليه حطيت لنا غرامه؟ قالت لك عشان انتوا ما جيتوش عملتوا حاجه اسمها اعفاء من الضرايب، طلب اعفاء من الضرايب. ايه طلب الاعفاء من الضرايب دوت؟ هو عباره عن هما بيدوك كده زي نموذجين كده، نموذج اسمه رقم 6 ونموذج 6 مكرر. تمام. ده بتروحوا تقدموا بتاخدوه من هناك، هما بيسلموك الورقتين دول تملاهم وتملى البيانات اللي فيهم. بتملاها تكتب فيها ايه؟ بتكتب اسمك، عنوانك، رقم الوحدة، بتوصف الوحدة اللي انت قاعد فيها، وتكتب فيها الوحدة دي انت قاعد فيها عبارة عن ايه، يعني ساكن، مأجر، يعني مأجرها ولا فاتحها نشاط، مثلا مستأجرة يعني، نشاط تجاري، انت صاحب ولا مش صاحب. الحاجات دي كلها، كل حاجة من على دي بتتوقف عليها ايه، يعني طريقة تانية في الحساب وفي الدفع وكل ده. تمام. فهي احنا لما رحنا قالت لنا المفروض تيجوا كل سنه تعملوا اللي هو طلب اعفاء من الضرايب دوت، يعني تقدموا ما يثبت ان انتوا قاعدين في الشقه ده سكني. تمام. فاحنا طبعا الشقه بتاعتنا سكني، فالمفروض ان هي ايه، قالت لنا هتقدموا الطلب دوت هيسقط من عليكم اللي فات. طب يا جدعان، طب مشروع الاسكان كلها عامه اصلا هي السعر الواحده ما بتكملش ال2 مليون، فعليها اعفاء ضريبي، وكل الناس بتبقى واخداها سكني. وهي من هنا الشقق يعني مصرحة ان هي تبقى سكن، ما فيش حد هنا بياخد الشقق بتاعته يعملها مثلا عيادة او مكتب او كده. فقلت لنا لا، تيجي تثبتوا دوت ان فعلا ان انتوا عندكم الشقة دي بس. والنموذج التاني اللي انتوا بتملوه، النموذج ده مكتوب فيه ايه؟ بيان الثروة العقارية. بيان الثروة العقارية دوت عبارة عن ايه؟ ان انتوا بتثبتوا فيه اي املاك ليكوا في يعني انتوا اي حاجة ملك بتاعتكوا بتثبتوها ان دوت يبقى عندكم حاجة تانية غير ده ولا لا.
تمام. لو ثبت ان انتوا عندكم طيب الشقه دي مثلا وشقه تانية ملك، تمام، الشقه اللي انت قاعد فيها ساكنها وشغالها حاليا معلهاش ضرايب، انما الشقه اللي انت واخدها التانية اللي انت واخدها مثلا بغرض الاستثمار دي اللي عليها ضرايب. فالكلام دوت بيتطبق على مين؟ على الناس اللي مستلمه في شقق الاسكان الاجتماعي. طب لو حد جه سالني وقال لي مثلا انا مشتري بتوكيل من حد، معرفش بصراحه حاجه عن الموضوع ده، انا بكلمكم على تجربتي النهارده. طيب انتوا لما لما تيجي تروحوا الضرايب، هتحتاجوا ايه معاكم؟ لان احنا كنا رايحين نسال، فقالت لنا محتاجه ورق، فرجعنا تاني البيت جبنا الورق ورجعنا تاني. المفروض يبقى معاك صوره بطاقتك، تمام، وصوره محضر الاستلام بتاعك اللي هو مكتوب عليه نسخه العميل، وهتملي من وهي هتديك هناك نموذجين ورقتين، هتملي البيانات اللي فيهم، تمام. مش هتدفع هناك اي رسوم، مش هتدفع اي حاجه. هي مجرد ما بتعمل النموذج دوت هي خلاص يعني المفروض يحصل زي معاينه كده، ويجي يقول لك فعلا ان انت شاغل الشقه ديت وان انت ما عليكش اي ضرايب. بس هي هناك اللي حصل ان هي شافت العنوان بتاع بطايقنا مكتوب فيه نفس العنوان اللي هو بتاع الشقه اللي احنا كاتبين عليها سكني، فاتاكدت ان احنا عايشين في الشقه، فشالت من علينا الايه اللي هي المبلغ اللي كان علينا اللي هو الغرامه او الضريبه، تمام. فانتوا لازم تروحوا تعملوا اللي هو طلب الاعفاء من الضريبه دوت، تقدموا النموذج هناك. ما تستكفوش مثلا تقولوا ان ايه انت مثلا ما دفعتيش فخلاص مش لازم، لازم تعملوه عشان يتشال عليكم اي سنه او اي حاجه عدت من عليكم. يعني لازم ايه يعني تقدموه علشان اي حاجه يعني اي ضريبه سابقه مثلا او باثر رجعي تتشال من عليكم. فالناس ما تخافش من كلمة ضرايب، لا احنا خايفين نروح، لا ده هيدفعونا، لا مش هيدفعونا. صدقوني انا كنت برضو مقلقين، بس احنا في الاخر قلنا نروح نسأل. في ناس كتير يقول لك احنا مش هنروح نسأل عشان ما نفتحش على نفسنا فتحة. بس هو صدقوني انتوا فعلا لو ما رحتوش هو فعلا هناك يعني ايه بيعدوا السنين هناك بتعد. ما لهمش بقى دعوه بقى انتوا مستلمين امتى مش مستلمين امتى، قاعدين فيها مش قاعدين فيها، انتوا كسلتوا تقدموا او مكسلتوش تقدموا. هم هناك بيحسبوا من اول تاريخ الاستلام الموجود في المحضر اللي هو الاستلام، تمام. بصوا الطريق اللي احنا ماشيين فيه دوت كان على ايدينا المركز 15 مايو، تمام. كان على ايدينا اليمين، هتفضلوا ماشيين في الشارع لحد ما هتيجي اول دخله شمال هتخشوا فيها. هو المكان فين؟ في مأمورية الضرايب اللي هي بتاعه مجاورة 6، تمام. بصوا هنخش شمال كده من جنب الصندوق الاصفر ده اعزكم الله، هتلاقوا بقى في ايه زي العماره اللي في وشكم دي على طول، هي في الدور الخامس، اسمها مأمورية اللي هي مأمورية الضرايب، تمام. بصوا برضه هجيب لكم اليافطه بتاعتها عشان برضه لو عايزين الاسم بالظبط تبقوا يعني عارفين هتروحوا ازاي او هتعرفوا وصفها ازاي، تمام. بصوا هي في الدور الخامس ديت، انا هقرب لكم عليها، هحاول اقرب لكم عليها شويه كمان. تعالوا بقى اوريكم النموذج عامل ازاي وبيتملي ازاي عشان تبقوا ضامنين ان هو مملي صح وتقدموا ان شاء الله. بصوا كده دوت اللي هو النموذج رقم 6 اللي احنا خدناه منهم من هناك، تمام. وده اللي هو النموذج التاني. طيب بصوا اول صفحه هنا بتملوا ايه، هنا اسم يعني مقدم الطلب، هتكتبوا هنا الاسم بتاعكم رباعي، تمام. اسم دوت صفه مقدم الطلب دي تكتبوا هنا مالك، هتكتبوا رقم القومي بتاعكم هنا على طول، محل عنوان الإقامة دوت نفس العنوان اللي مكتوب في البطاقة، تمام. هتيجوا بقى تكتبوا هنا بقى ايه رقم العقار ده، هتكتبوا فيه رقم العمارة بتاعتكم، تمام. ورقم الوحدة ده اللي هتكتبوا مثلا فيه يعني الشقة مثلا بتاعتكم 5 10 15 تكتبوا رقم الشقة. والشارع ده اللي تكتبوا فيه مثلا المنطقة كذا، لو انتوا هنا في الإسكان عارفين ان هنا في الشوارع هنا في اسمها منطقة، تمام. الحي دي هتسيبوها فاضية، والقرية دي تكتبوا فيها اللي هو احنا هنا في مايو مثلا في 50 90 فدان 120 200 فدان هتكتبوها هنا مدينة 15 مايو، والمحافظة هنا تكتبوا القاهرة، تمام. أسباب طلب الإعفاء، تمام، هتكتب اللي هو ايه الغرض السكني، تمام، ان الشقه دي سكنيه. تكتبوا حاجه هتكتبوا بس هنا اسم مقدم الطلب اسمكم، وبرده التوقيع بتاعكم والتحريف كذا والرقم البطاقه بتاعتكم، وبتكتبوا فوق هنا رقم التليفون بتاعكم، تمام كده. هنا بقى في اللي هو بيان الثروه العقاريه دوت هتكتبوا عن الوحده المملوكه للسيد اسمكم انتوا ثلاثي او رباعي، تمام. وهتكتبوا هنا وهنا هتكتبوا في الحته ديت ان هو لا يوجد، فاهمين قصدي؟ يعني هنا خلاص هتكتبوا الاسم بتاعكم، وهنا لا يوجد، وهتنزلوا تحت في التوقيع ده هتكتبوا الاسم والتوقيع بتاعكم، تمام كده.
فهنا تكتبوا الاسم ورقم القومي بتاعكم اللي هو التوقيع، وهنا اسمه دوت هتكتبوا هنا في الحته دي بالظبط كده هتكتبوا فيها العنوان بتاع الشقه بتاعتكم. تمام كده. بس فده كان الفيديو بتاع النهارده، بس اللي حبيت اشارك بس معاكم المعلومه عشان تبقى الافاده يعني للكل، واي حد يعني يستفيد بقى لو يعني اي حد يستفيد من المعلومه ديت. يا ريت بقى تحطوا لي لايك واشتراك يعني قناتنا تكبر بيكم. ويعني ايه كمان اللايك بيرفع الفيديو بيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه، فعشان غيرك برضو يستفاد بالمعلومه ديت، لان انا فعلا ما كنتش اعرف حاجه عنها، ولما عرفتها قلت لا لازم اوصلها لكم. بس هو ده الفيديو كان بتاع النهارده، واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.